السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشين حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة انا جبت قلقاس علشان اعمل اخزن لرمضان. القلقاس يا جماعة علشان تجيبيه لازم تجيبيه صابح، تكون الوردة بتاعته من فوق باللون البامبا الجميل ده، وتنقي القلقاسة اللي هي يكون فيها بزوز او فيها قلقاسات صغيرة. انت بتعرفي مكانها، حتى لو الست اللي بتبيعها بتعرفيها. ان مكان ال الولدات الصغيرة في منها متشال ديت بتبقى ناعمة، ولحم القلقاسة نفسه ناعم وجميل، وبتبقى زي الزبدة في طبخ. تعالوا اقول لكم، القلقاس ما بيتغسلش يا جماعة، ديت النصيحة ديت من زمان احنا عارفينها. بنقشر نص القلقاسة بالطريقة اللي انتوا شفتوها ديت، من غير ايدي ما تمسكها، وبعدين بمسح ايدي في اي حاجة. لو عايزة تمسكيها بورقة بأي ورقة او بكيس وانت بتقشريها، على اساس ان انت ما تضطريش تغسلي القلقاسة. لو اضطريتي في انك انت حصلت ظروف ولازم تغسليها، فاغسليها ونشفيها جامد بفوطة تكون نظيفة. المهم ما يبقاش فيها اي قطن، اي ميه، علشان آه، ما تزلوطش معاكي، وما الميه بتغير في طعم القلقاس. قشرنا القلقاس بالطريقه ديت، وشوفوا القلقاس يا جماعه لما بيبقى صابح وبتنقيه من القلقاسه اللي بيقولوا عليها انتايه ديت وناعمه، بتبقى لحمها لونه بامبا بالطريقه الجميله ديت. بنيجي طريقة تقطيعها زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ أقطعها حلقات، وبعدين أقطعها صوابع زي صوابع الشيبسي اللي هي السميكة شوية ديت. ونبدأ بتقطعي المكعبات بالحجم اللي انت عايزاه. عشان شايفين اهوت، انا بقطع بالحجم اي حجم انت عايزة تقطعيه مكعبات بتعملي، بس تكون حجم واحد. بنقطعه بالطريقة ديت، برضو ما بيتغسلش. وبنخلص تقطيع لغاية ما يبقى بالمكعبات اللي انتوا شايفينها ديت. وبعد كده بتعبي الأكياس بالكميات اللي انت عايزاها، وتخزنها في الفريزر بدون ما تعملي على إضافات. وادي انا عملت منها كيس طبخته، وفي ان شاء الله الحلقة الجاية هعمل لكم طريقة الطشة الخضراء بتاعتها بالطريقة الأصلية بتاعتها إن شاء الله، وتشوفوا. إن شاء الله تعجبكم. وما تنسوش الشير ولايك، ويكون فيه إعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين.